اتخيلوا معايا الراجل كيهبط للبير مع 12 ديال الليل، كيبات فيه وسط الظلام وهو هاز خنشه فوق كتافو، وكل شي في القبيله كيقول عليه هذاك راه غير هبيل ومسطي، بعدو منه وعطيه التقار. ولكن الصدمه الكبرى هي ملي داز 24 يوم بالضبط هاد يوسف اللي كتشوفوا فيه غيوقف قدام باب الدار باخر ما كاين في الحديد، طوموبيله ناضيه كدير اكثر من 40 مليون سنتيم مغربيه. الناس القبيله كاملين تصدموا وخرجوا عينيهم. واحد كان كيبات مع العقارب في البير، منين جاب هاد الملايين كامله وشرا طوموبيل وبارتما في المدينه؟ يوسف ابتسم وقال لهم هاد البير المهجور مستحيل تصدقوا اش كنت كندير لداخل فيه. القصه ديال اليوم غتصدمكم بالقوالب ديالها، وفي هذاك البلان ديال هبل تربح، داكشي اللي خلى جوج الناس يتبعوه في نصاص هاد الليل ويصدقوا شادين 4 الملايين كاش باش يسدوا فمهم. قبل ما نكملوا القصه ديالنا هبطوا دابا ديروا البارطاج وخليوا لي رقم 2 في التعليق، ويا الله نبداو على بركه الله. القصه ديالنا كتبدا مع الاب ديال يوسف اللي الناس المنطقه كانوا كيعيطوا ليه الحاج جلالي، غير بسبب الفلوس اللي عنده. هاد الحاج جلالي وصل للسن ديال 29 عام وعاد فكر يتزوج بالمراه الثانيه اللي في عمرها 31 عام سميتها نجاة. هاد نجاة كانت في الاصل خدامه سربايه في واحد القهوه كيجلس فيها الحاج، وكانت موافقه عليه بلا ما تخمم. علاش؟ حيت النيه ديال الحاج كانت صافيه، ولكن نجاة كانت شيطانه في صفه انسان وطماعه في الخير اللي عنده. الحاج جلالي ما كانش عنده دار عاديه، كانت عنده فيرما كبيره وفيها جميع انواع الفواكه والخيول والخيرات اللي تيتمناها اي واحد على وجه الارض. يوسف فاش ساق الخبار باللي باه غيتزوج بديك السربايه جلس مع باه وقال ليه الوليد هادي راه باغاك غير على قبل الفلوس، بعد منها. ولكن الحاج ما تصنش لولدو، واللي فراسو فراسو وهو اللي غيدير. يوسف مشى ديريكت للقهوه عند نجاة وهضر معاها بالتي هي احسن، بعدي من الوليد راه ما غنخليكش تعيشي على خاطرك. نجاة عوجات فمها وقالت ليه بقلت اللحيه اللي جهدك ديرو، باك هو اللي باغيني. يوسف شاف البلان حامض، رجع عند باه في الليل وقال ليه الوليد نعس الشيطان، انا هو الولد الوحيد ديالك، دير لي هاد الفيرما والممتلكات في سميتي وتزوج باللي بغيتي. الحاج جلالي طلع ليه الدم وقال ليه هذه هي اللي عمرها تكون ليك وما حد باقي عايش، حيد هاد الفكره من راسك. داز شي شهر تقريبا وهي تدور الهضره في القبيله باللي الحاج جلالي سرقات ليه الفلوس كثيره من وسط الفيرما. دار ديكلاراسيون للبوليس ولكن الكاميرات ما بينوا والو حيت الفيرما محروسه. داز شهر عاوتاني ودارت الاخبار باللي الذهب ديال الحاج طار من وسط بيت النعاس ديالو. البوليس بداو كيظنوا باللي السيد غير كيدخل وكيخرج في الهضره، ومستحيل شي حد يوصل لبيت النعاس ديالو بلا ما يشوفوه الكاميرات. والغريب في الامر هو ان هذا الاختفاء د الفلوس والذهب وقعات قبل كاع ما يتزوج بنجاة، يعني في الدار ما كان ساكن غير الحاج وولدو يوسف وشي خدامه قلال. الحاج بقى كيغوت المال والذهب ديالي مشى عباد الله وما عرف فين غبر. ومن بعد هاد الروينه كامله الحاج جلالي كمل البلان ديال الزواج والعقد، تزوج بنجاة وجابها للفيرما. السيده ولات كتحكم وكتامر، ويوسف ولا ديما مخاصم معاها بالالفاظ القاصحه. الناس القبيله فاش شافوا يوسف كيغوت في الزناقي قالوا الدري راه طار ليه الفريخ وراه صافي هبل وحماق. ولكن في الحقيقه يوسف كان كيدير قالب ديال هبل تربح وكان بعقله. كان خاصكم تعرفوا بلي الحاج جلالي ما دارش هاد الملايين من الفلاحه، ولكن دارها عن طريق الحرام. كان مبلي بالقمر وكيقمر بالفلوس صحيحه. يوسف كان اكبر مخلوط في المدينه وعارف البلانات ديال باه. ناض نهار 25 في الشهر 8 واقترح على باه يدخل في واحد ضربه القمر صحيحه. هذيك الليله الحاج خسر كل شيء ورجع للدار فاقد الوعي ودايخ بالسكر وما قادش يوقف على رجليه. داز يومين بالحساب ويوسف قال لباه الوليد بيع الارض والفيرما باش تعوض هاد الخساره وتجيب الفلوس اكثر من داك الشيء اللي خسرتي. وبقى الحاج كل مره كيبيع طرف حتى داز عام ولقى راسو باع الفيرما كامله بسبب البليه ديال القمر. نجاة فاش شافت الفيرما مشات قالت للحاج كتب لي نص ديال الممتلكات اللي بقاو ولا نطلق منك. قال ليها الممتلكات ما غتاخدي منهم والو. الحاج خرج لواحد الدار كبيره كانت هي اللي جات ليه،
وكان كيخزن فلوسو تما في الدار وما كيوريها لا لمراتو لا لولدو يوسف. ولكن يوسف كان مخلويض وعارف الخزانه فين كاينه. في السن ديال 85 عام الحاج جيلاني غادر الحياه، وفي نفس ليله الوفاه وقبل ما تسيقنا جات الاخبار يوسف دخل وخصن كاع الفلوس والذهب دباه اللي كانوا مخبعين. يوسف خرج من الدار وبدا كيدور في الزناقي بحوايج مقطعين وداير فيها هبيل ديال بصح، حتى قسموا الورث ضد الدار. نجاة دات حقها وهو دا حقه. ولكن في واحد الليله جوج دراري من القبيله حصلوا يوسف هاز خنشه فوق كتافو مع 12 ديال الليل وهو غادي لواحد البير مهجور في الارض ديال باه. تبعوه بالتخبيه ولقاوه هابط للداخل وكيحفر في جناب البير من التحت. يوسف فاش شافوا عاقبيهم طلع عندهم ديريكت وجبد ليهم 4 ديال الملايين كاش وقال لهم هادشي اللي شفتوه واياكم يعرفوا ولا يسمعوا شي حد في الدوار. الدراري شدوا 4 الملايين وبداو كيبحثوا حتى لقاو بلي ان يوسف شاري بارتما واعره في المدينه. شحال هادي ملي كان باه عاد زوج بنجات ومخبي البلان. ومن مور 24 ساعه من لقطات البير وقف عليهم يوسف الطوموبيل ساويه 40 مليون سنتيم مغربيه مبرع راسو. الدراري جاو عنده في الليل وقالوا ليه ما بغينا والو، فهم لينا غير هاد اللغز. يوسف ضحك وقال لهم البير كنت كنعس فيه باش نخزن الفلوس والذهب اللي ديتهم للوالد فاش كان عايش، وهذيك هي السرقه اللي كان كيديكلاري بها عند البوليس. وقال لهم لان الخنشه اللي كنت هاز فوق كتافي ديك الليله ما كانش فيها الذهب ولكن كيهز فيها الدوزان الفاس والبلا صغار باش يحفر ويقاد الخزنه تحت الارض. فاش قالوا ليه ما حشمتيش تدير الرزق ديال باك جاوبهم بكل ثقه وقال لهم با كان غيطير كل شيء في القمر وديك السربايه نجاة كانت غادي كل شيء وتخليني انا على الدس. اللهم ندي انا رزق الوالد قبل ما تديه هي وتخليني تايه وحازق. وشوفوا على قلب الاخوان يوسف خدم الذكاء ودار فيها مسطي وهو مخرج كنز من تحت الارض وشرى بارتما والطوموبيل ناضيه بسبب الحيله. الاصدقاء الى وصلتوا حتى لهنا قولوا لي شنو بان لكم في داك الشيء اللي دار يوسف، واش التصرف وديك السرقه اللي تيسرق باه غلط ولا عنده الحق؟ وجاوبوني لتحت في التعليق. وما غتخسروا والو الا ضغطوا على الزر ديال البارطاج ودرتوا متابعه. راه اكثر من 70% ديال الناس اللي كيشوفوا القصص ديالي من الاول حتى الاخر ما مشتركينش. الدعم ديالكم هو اللي كيخليني نستمر ونجيب لكم القصص جداد. نتلاقاو في قصه جديده وعبره جديده وتهلاو في ريوسكم.